لما الكنافة بالملفي تطلع ترند يبقى لازم نجربها سوا بطريقة سهلة وهشة وخفيفة وطعمها يجنن. هيفوتكوا كتير لو مجربتوهاش. أول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بالملفي. في الصينية اللي هتدخل الفرن هحط ورق الزبدة، والنهاردة أنا هستخدم عجينة السنبلة. هبدأ أرصها وهعمل فيها فتحات بالشوكة بالشكل ده. انا مش عايزاها تنفش لفوق عشان اقدر استخدمها، واحط ورقة زبدة تاني وصينية تضغط عليها عشان ما تنفش، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180. وهنا معايا نص كيلو كنافة عليه كوباية من السمنة، وهبدأ أوزع السمنة مع الكنافة بالشكل ده. وبعد كده هفردها في الصينية. طبعا استخدموا الصينية الحجم اللي يعجبكم، وهضغط عليها كده وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. وهنعمل الشربات بتاع الكنافة وكل مقاديره هكتبه لكم تحت الفيديو. وللكريمة حطيت اللبن وفانيليا وضفت السكر وهقلبهم وعلى النار لحد ما تسخن كويس. هنا استخدمت صفار البيض، ضفت عليه النشا وقلبته كويس معاها، وهبدأ اضيف اللبن بالتدريج لاني مش عايزة البيض يستوي. وبعد ما اقلبه بالشكل ده هرجعه على اللبن كله، وبعد كده هرجع بيهم على النار لحد ما القوام يتقل. زي ما انتوا شايفين الكريمة شكلها خطير. هضيف مكعب من الزبدة وهقلبه كويس، وكده خلاص هي جاهزة. هنضيفها على الكنافة بعد ما حطينا عليها العسل او الشربات. وخلاص كده اخر طبقة من الفي، ممكن تكسروه او تسيبوه كده، ورشة سكر البودرة على الوش.